السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الكحك على السخن. طبعا الكحك على السخن ده بتاع ايام جدتنا كده، وان شاء الله هنبتدي فيه. ده كيلو دقيق طبعا، ومعانا هنا معلقتين سمسم ومعلقتين سكر ومعلقة صغيرة خميرة ومعلقة صغيرة ريحة الكحك وربع معلقة بيكنج باودر، ومعانا هنا ريحة الموز. وده الملبل اللي هنحشي بيه، حط عليه سمنة وشوية سمسم. ده كيلو الدقيق، هنحط عليه البيكنج باودر وريحة الكحك وذرة ملح. طبعا انا حطيته في حاجة واسعة عشان ايه نعرف نبس العجين. وهنحط بقى السمسم وهنحط ريحة الموز كده. المواد الجافة كلها جهزنا كده الدقيق. هنجيب السمنة بقى ونحطها عليها. هنسمي الله بقى كده ونحط السمنة بعد ما سخنت. طبعا سامعين الطشة دي؟ بسم الله. طبعا السمنة سخنة، فهنعملها بايه؟ بالمقصوصة دي كده قبل ما تبرد شوية، وبعد كده نستخدم ايدينا، لان احنا كل حاجة لازم تتعمل بالايد. بسم الله. هنقعد بقى نبسهم كده. طبعا مقدار السمنة 2.5 كوب، اللي هي نص كيلو و50 جرام، ونزود عليهم كمان معلقتين عشان يطلع ناعم. هنقعد بقى ربع ساعة كده نبس فيه. دي نص كوباية مية بالكوباية المعيارية دي. هنحط عليها السكر والخميرة. ودلوقتي هنسخن السمنة ونسيب الخميرة شوية تتفاعل مع بعضها عبال ما نسخن السمنة. نحط الخميرة بقى بعد ما بسناها كده. طبعا الخميرة دي على نص كوباية مية، صوابع ايدينا كده عشان يعجن يعني. اذا لقيتيها طريت قوي من السمنه ما تقلقيش،
بعد ما تحطش عليها هتلاقيها رجعت تاني بقت حلوة في ايدك. نعملها كده بصوابع ايدينا. لحد ما نلاقيش حاجة في الطبق خالص، نلاقي الطبق نضيف. تلميها في ايدك كده وتشوفيها، لو شققت يبقى محتاجة ايه تعمليها تاني، تعجنيها تاني. بقت زي الفل اهي، ولا شققت ولا حاجة. نحطها بقى في حاجة بقى صغيرة عشان نعرف ايه نقطع. بصوا حبايبي، احنا استنيناه لما خمر، وهنحطه على السادة هنحطه على درجة 160، انما المحشي هنخليه على 180.